هتصدقوني لما اقول لكم ان مفيش حد يعرف قيمة النادي الاهلي ولاعيبته الرجالة قد اللي مش اهلاوي. النهارده النادي الاهلي بالفوز ال 14 على التوالي من غير ولا ضربة جزاء، عنده هدف ملغي ما احناش عارفين ملغي ليه. ما هو اصل الحكم محمد عادل الشهير بالاحتواء هو اللي كان بيحكم النهارده، ومع ذلك الاهلي بيكسب. تقول لي بيرتب له الفرق السهله، فرق سهله مين اللي بيرتبها له؟ ده غلب السهله، غلب بيراميدز، غلب فيوتشر، غلب كل الانديه سهل وصعب. بتقول ايه لما انت النهارده تحط نفسك في مقارنه وتقول لي ان انا دافعين لي كام عشان اقول كده ليه؟ يدفعوا لي ليه؟ وانا مين اصلا عشان اقول كده؟ الاهلي زي القطر ومكمل في طريقه، لا في اي حد بيوقفه، لا فريق صغير ولا فريق كبير. تاني بقول لك علشان لعبته رجاله وعلشان جمهوره بيفهم كوره. النهارده انا مستغرب الناس عماله اللي بينتقد الشناوي واللي بينتقد هم كسبانين، يعني هم كسبانين وبينافسوا على الدوري وهياخدوه. انا بقول لك هياخدوه، والماتش الجاي بتاع بيراميدز زي ما قلت لك الاولاني هيغلبوه، الثاني هيغلبوه، لان الاهلي لما بينوي على حاجه بيمشي فيها وبيكملها، لانه نادي كبير وجماهيره بتفهم كوره. وكل اللي بيقول لك غير كده وبيحاول يقلل منك، انا بقول لك ان هو اللي قد كده. وصل له الكلام ده وقول له انت اللي قد كده في الفهم، في اللعب، في الكوره، في اي شيء. وانا ما عنديش كلام اقوله يا جماعه، الكلام كله والفعل كله بيعمله النادي الاهلي كل ماتش في الملعب. بريمونتادا عالمية النادي الاهلي يفوز على فيوتشر بعد ما جاب ارنولد ايفا هدف في الدقيقة 25، وناس كتير افتكرت ان كده الماتش خلص ومودرن فيوتشر كسب. بس دي الناس اللي ما تعرفش النادي الاهلي، اللي بالتأكيد انا مش واحد منهم. بس تعليقا على كلام اخويا ريمو، عايز اقول لكم حاجة يا ريت توصل لكل الناس. وصلوا للناس اللي قالت اصل اتحاد الكورة بيظبط للاهلي الماتشات السهله الاول او مع الانديه الصغيره، مع احترامي لكل الانديه طبعا، وبعد كده عشان يروح مرتاح للانديه الكبيره. فانا بقول لك يا حبيبي من هنا اسمع كلام سيمو، الاهلي غلب صغير وكبير. الاهلي خد الانديه الصغيره، فالناس منت نفسها قالت لما يجي بيراميدز هيغلب بقى الاهلي، فجاء الاهلي برضه غلب بيراميدز بقضيه قفشه الشهيره. فجم الناس قالت لا ما هيلاعب مودرن فيوتشر فيغلبوا فيوتشر، فالاهلي برضه النهارده عمل ريمونتادا على فيوتشر وغلب فيوتشر. وخدها مني وخد سكرين شوت للكلام اللي بقوله لك ده قبل ما اتكلم في اي فنيات واي كلام عن المباراه. الدوري اهلاوي، خدها تاني، الدوري اهلاوي. هتقول لي ايه الثقه دي؟ اقول لك بالارقام. الاهلي النهارده المركز الثاني عنده 63 نقطه، يا ريت ورقه وقلم واكتب معايا عشان هقول لك. الاهلي المركز الثاني في الدوري عنده 63 نقطه، اما بيراميدز عنده 68 نقطه، بس في فرق ثلاث مباريات. الناس تراجع معايا كده ما بين النادي الاهلي وبيراميدز. يعني لو النادي الاهلي غلب الثلاث مباريات دي تقريبا كده يبقى 72 نقطه. هتقول لي هو هيغلب كل ماتشاته؟ ما هو ده الفوز ال 14 حبيبي، ما هو غالب فعلا كل ماتشاته. على فكره اللي بيحصل ده مش جديد على النادي الاهلي، ما هو النادي الاهلي كل موسم بيعمل كده، سواء بيبقى بعيد عن الدوري، بيبقى بيلعب افريقيا وبيلعب سوبر افريقي وبيلعب دوري افريقي وبيلعب بطولات افريقيه، والناس كلها بتبقى مطمنه نفسها وتقول ما فيش دوري للاهلي السنه دي. في الاخر الاهلي بيرجع تاني، دي بطولته المحببه. الدوري المصري هي بطوله مكتوبه باسم النادي الاهلي. فالناس اللي عماله تتكلم وتقول لك لا النادي الاهلي مش هياخد الدوري السنه دي، النادي الاهلي هو اقرب الانديه للحصول على الدوري هذا الموسم. يا جماعه يعني الكلام منتهي. النهارده الفوز رقم 14 على التوالي للنادي الاهلي، وبقول لك وانا قاعد وبتفرج والناس تقول لك بينتقدوا، يعني احنا لو عندنا الكلام ده معلش مع احترامي كان زماننا فرحه لهبل. لا في الوصل ده احنا كنا عملنا مولد، ده احنا كنا سهرنا في القنوات لحد الساعه 5 الصبح ما نمناش، ما شفناش النوم. ولكن هو ده النادي الاهلي، واخد على البطولات، واخد على الانجازات، بيكمل انجاز ورا انجاز ورا انجاز. دي حقيقه لا احنا اللي بنقولها ولا ريم ولا سيم ولا اي حد كان. ومين ده اللي هيلبس تيشيرت الزمالك وهو اهلاوي؟ ما تفوقوا بقى يا جماعه،
ما تفوقوا بقى يا جماعه وتصحصحوا كده، وتصحصحوا وتشوفوا احنا فين. انت في المركز الكام وانت بتنافس اصلا علشان حد يبص لك ولا يكلمك؟ احنا بنتكلم على كوره. انا قاعد بتفرج في كل ماتش للاهلي، قاعد مستمتع مراهن نفسي ان الاهلي هو اللي هيكسب، لان انا عارف ده، لان انا عارف وبيثبت لي هذا الكلام ويقول لي ايوه بتفهم كوره، ايوه هو ده اللي بيحصل فعلا، ايوه هو ده السيستم اللي ما بيخرجش عنه النادي الاهلي، لان في نظام. انت انا نفسي نتعلم النظام، ويبقى ونقدر ان احنا يعني لما يبقى عندنا حاجه غلط نعرف نعالجها بسرعه، انما احنا نفضل نتمادى في الخطا. النهارده 3 نقاط للنادي الاهلي غاليين جدا في المنافسه، يعني ابتدعوا هو مش في الصداره، لكن كده بتكنيك اي حد بيفهم كوره واي حد اتفرج كتير وعارف يعني ايه النادي الاهلي، عارف انت رايح فين كويس قوي. وانا بقول لك خد ده سكرين شوت ووصله لكل الناس وابقى حاسبني عليه بعد ماتش بيراميدز وبعد نهايه الدوري ده اهلاوي ومنتهى. ولما كان الزمالك من 4-5 ماتشات وبقول لك لسه في فرصه، واللي قلت حتى لو في ايه هيجي يغلطنا ويتغلب ماتش ويتعادل ماتش ويطلع من المنافسه زي ما ده حصل، ومع ذلك برضه لسه لما بتيجي تقول كده بتتشتم وبتتهاجم. النهارده اللي انا عايز اقوله كلام في الفنيات المباراه، واللي فيه فنيات كتير اعظمها رجل المباراه الاول هو النهارده مارسيل كولر بتغييرات مارسيل كولر الذهبيه. بس قبل ما اكلمك عن تغييرات مارسيل كولر خلينا اكلمك عن امام عاشور السطور، اللي مهما كان امام عاشور على فكره مش في مستواه، وده تحس امام عاشور لما جاب الهدف هو عايز يقول للناس انا موجود، انا في مستوايا، انا القصه الجديده ما فرقتش معايا امام القديم زي امام الجديد، الشعر الكامبوش الالوان زي الراسطه الجميله اللي عاملها امام عاشور. النهارده امام عاشور بيجيب هدف بدماغه، وانا ما افتكرش في القريب ان انا شفت هدف براس لامام عاشور النهارده، ومش اي هدف براس، هدف براس وكأن لعيب هو مهارته الاساسيه ضربات الراس، توجيه مفيش اجمل ولا احسن من كده. الكره ملعوبه من قفش على دماغه وهو عامل بجد كما تدرس ضربات الراس. النهارده لو عايزين ده اول هدف سواء في الزمالك او في الاهلي على ما اعتقد، ان انا ما شفتش اما بقى التغييرات الذهبيه لمارسيل كولر، واللي عشان كده انا بقول لك هو مارسيل كولر رجل المباراه النهارده. الراجل ان انا كنت بقول هو عنده عيب ان بيتاخر في تغييراته، لا النهارده في فرق كبير. النهارده هو تقريبا كده على ما اعتقد على ما اتذكر في الدقيقه 62 نزل رضا سليم بدل الشحات، وتاو بدل محمد طاهر. نزل مين؟ نزل رضا سليم بدل الشحات، وتاو بدل طاهر محمد طاهر. فرضا سليم عمل له الاسيست، وتاو جاب الهدف في نفس الدقيقه، يعني هو الراجل نزل الاثنين في نفس الدقيقه. رضا سليم عمل اسيست اللي برضه الناس كانت بقالنا فتره بنهاجمه بنقول مش في مستواه، النهارده رضا سليم عامل اسيست وتاو جايب الجول، وهم دول التغييرين تقريبا في نفس الدقيقه اللي عملهم مارسيل كولر، جاب الجول وبعد كده نزل كهربا زي ما شفنا برضه ادى اداء مش هو مع قصر الفتره اللي نزل فيها كهربا. اداء النهارده ريمونتادا عالميه للنادي الاهلي اللي معاه جمهوره، اللي حتى وهو مغلوب الناس بتبقى مطمنه ان النادي الاهلي برضه هيفوز.